يا كابتن عبد العزيز ابو حمر معاك من قطر. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انا كويس والله الحمد لله. حبيت بس اسلم عليك واطمن عليك واتواصل معاك من زمان ما تواصلنا. انا يعني كده قلبي معاك، دايما بتصل فيك في المواقف الصعبة. الكلام اللي بيتقال يمين وشمال، وانا متأكد ان انت اصلا لا يعني ما لا يعني ازعم ان اعرفك جيدا يعني في البتاع. والله انا المشكله حضرتك عارف ان انا في اوقات الكلام الكتير ده انا ما بتكلمش خالص، يعني انا بسكت تماما، ما بفتحش بوقي خالص، لان ايه الناس بتحب تتكلم كتير، ففي الاوقات دي بقى الواحد احسن حاجه انه يقعد ساكت خالص ما يتكلمش. بس لكن هو الحمد لله ما فيش مشكله خالص يعني. ما انا متاكد تماما، ولا في مشكله مع الكابتن حسام ولا اي حاجه من الكلام ده، بس احنا عايزين نسمعها بصوتك انت بس. لا انا كنت بقول مثلا ما فيش اساسا والله المشاكل دي، ما فيش اساسا مشاكل ومفيش اي حاجه خالص، يعني الموضوع بسيط قوي. انا ما اعرفش المواضيع بتكبر معايا انا بالذات ليه. ده اللي انا بقوله. احنا لم نكتب كلمه في صبر كوره مثلا عن الموضوع ده. لو اتكتب في كل جرايد العالم انا بالنسبه لي الموضوع محسوم، لان انا عارف الكلام ده كلام مش مظبوط. بعدين وبالخيانه ويطلع لك هو يتهم مش عارف مين بالخيانه ويتهم مش عارف الكلام ده كله. مفيش الكلام ده خالص والله، حاجه صعبه يعني هو كلام كتير خالص، يعني كلام كتير كده كله بيتكلم، ولو في حاجه انا يعني اكيد النادي كان لو فعلا الموضوع كده اكيد النادي كان خد موقف، يعني لو في الكلام ده بجد يعني لما النادي كان خد موقف ده اكيد طبعا. بس واكيد عادي انا بتمرن وبتاع، ويوم الناس قاعده تفكاني وبتاع، كنت موجود في النادي واتمرنت ومفيش اي حاجه خالص. انا مش عارف يعني، مش عارف الكلام ده بيجي منين، ومعانا بالذات سبحان الله يعني عادي ممكن واحد كتير الناس بتقعد ماتش او ماتشين خلاص الموضوع عادي مش اي مشكله خالص. يعني انا بقى لما قعدت الدنيا بقى فيها مشاكل يعني. ده بيخلي الناس الدنيا كلها بتقعد يعني، مش انا اللي عامل مشكله يعني. يلا ربنا. ما كلمتش خالص ونزلت ماتش اخير ولعبت ومفيش اي حاجه حصلت، وطلعت وجيت بعديها اتمرنت ومفيش اي حاجه خالص يعني، فمش عارف الكلام ده بيجي منين. ربنا يوفق ان شاء الله، واحنا يعني كده سعداء باننا سمعنا صوتك بعد الفتره الطويله دي كلها.